يا قوم لا تستمعوا إلى أحد، لأن دينكم واضح، دينكم فطري. واعلموا أن خصوم الإسلام لم يقدروا على الإسلام من ذواتهم، فدخلوا عليه من أبنائه وجعلوا لكل واحد أملا في أن يكون أميرا أو حاكما. ولذلك أعلنت أنا دائما أنا لا أريد أن أحكم بالإسلام، ولكني أريد أن أحكم بالإسلام. فإنه يجب علينا أن نتنبه جيدا إلى ما يراد بنا من كيد وما يراد بنا من شر. فأروني في مصر، مصر الكنانة، مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. فانظروا إلى التاريخ، من الذي رد همجية التتار عنه؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا. إنها مصر ستظل دائما.